مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنتكلم عن غسالة اطباق LG موتور انفرتر، ودي من احسن غسالة الاطباق وهنتكلم هنا عن احسن 5 مميزات لغسالة اطباق LG، وهي انها غسالة سمارت، يعني تقدر عن طريق التليفون وعن طريق ابلكيشن LG تنزل برامج اضافية وتعرفوا قد ايه وقت متبقي في دورة الغسيل من عن طريق التليفون والابلكيشن. ودي ميزة جميلة جدا ومريحة جدا بتمتاز بيها غسالة اطباق LG، انها غسالة سمارت. هنا زي ما انتم شايفين سمارت. لكن قبل ما نتكلم على البرامج تعالوا نشوفوا الغسالة من جوه شكلها ايه، الرشاشات شكلها ايه. بسم الله، ده شكل الغسالة من جوه الداخلية. الارفف دي عبارة عن رفين زي ما انتم شايفين، اللي فوق ده بينزل ويطلع. دي السلة السفلية، حقيقي من الخامات الجميلة جدا، الغسالات اللي انا بحبها بالاخص من جوه. ده مكان المسحوق والملمع اللي انا بفتحه، ده الملمع بيتحط هنا. الملمع بيكون سايل، ولما نحط الملمع لازم نقفل كويس ونسمع التكة. هنا المسحوق سواء البودر او القرص، ونضغط عليه نقفله. ودي رشاشات البخار، ودي تاني ميزه في غساله اطباق LG، انها بتشيل اصعب الدهون وبتوصل لجميع الاطباق في غساله الاطباق، وتقريبا بتوفر عليكي 30% من الميه، وكمان ما بتلاقيش بخار كتير على الاطباق لما بتخلص دوره الغسيل. السله السفليه بيكون الصفين دول السنون بتتني، ودي ميزه مهمه جدا يا جماعه في اي غساله اطباق، لازم تاخدوا بالكم منها عشان خاطر الحاجة. تالت ميزة الرشاش اللي بالأربع اتجاهات، يعني أي أطباق هتحطيها هيوصل لها المية وهتنضف بشكل سليم جدا جدا جدا. الفلتر، وده أهم حاجة في غسالة الأطباق، لازم ينضف بعد كل غسلة. الشبكة دي تتنضف كويس علشان خاطر الغسالة تديكي أحسن حاجة طول الوقت وأحسن غسيل. ده الفلتر مهم جدا يتنضف ويركب زي ما شفناه. أيوة، وتسمعي التكة لما تلفيه بالظبط كده، صوت التكة تسمعيه. ده بقى مكان الملح، نحط الملح وناخد بالنا مفيش نقطة ملح تيجي جوه غسالة الأطباق يا جماعة، عشان نمنع أي صدى ما يبقاش موجود. الرشاش العلوي، وهنا السلة العلوية. بنشوف هنا الأرفف البلاستيك الإضافية اللي نحط عليها حاجات صغيرة جدا موجودة بتتفتح زي كده وتتقفل تاني. وهنا أهم ميزة بقى المقبض ده اللي بننزل بيه الرف ونرفعه لفوق. لو احنا في حاجات عالية تحت بنرفع الرف لفوق، بنحب لو هنحط حاجات كتير فوق ننزل الرف شوية من المقبض اللي انتوا شفتوه. في السنون فوق كمان اللي بتنام، لو في حاجات كبيرة بنحطها، عايزين نحط اطباق بنرفع السنون دي ونحط الاطباق بتاعتنا. لو في بولات بنخلي السنون نايمة، وده طبعا بتاع الملح، بنعبي الملح بيه القمع بتاع الملح. وفي واحد هنا كمان بنشيله ونركنه زي ما هو كده. وده المقبض يا جماعة اللي بنرفع بيه الرف وننزله، ندوس عليه نرفع الرف لفوق زي كده. اما نحب ننزل نضغط عليه تاني وننزل الرف لتحت. ودي ميزة كويسة جدا من الغسالات. وده الرشاش اللي في السقف، الرشاش الثالث، ده بيكون مهم جدا ان احنا نشوفه في الغسالات يا جماعة، لان في غسالات بالرشاشين بس. ورابع ميزة في الغسالة ان الموتور بيكون على دفع رباعي، مفيش صوت في الغسالة، يعني لو حاجة بالليل مفيش اي صوت، مفيش اي ازعاج. وبكده يبقى ده غسالة LG من جوه، السلة العلوية والسفلية، ده شكلها بكل حاجة. نطلع بقى على البرامج.